السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هير محمود فؤاد، محاضر اللغة الألمانية، والنهاردة حلقتنا بتتكلم على تكاية جديدة كده اللي هو دي بريبوزيتسيون تسو، حرف الجر تسو. حرف جر فظيع ليه معاني كتير وكل معنى ليه كذا استخدام، فمحتاج منك حبة تركيز كده. بس إن شاء الله الفيديو مخلص لك كل حاجة ومظبط لك كل حاجة. أول معنى إلى. المشكلة إن هو مش بيجي بمعنى إلى مع أي حاجة، مش بمزاجنا يعني، لا هو بيجي مع الأشخاص والأماكن اللي ليها أداة تعريف. زي ما هو ظاهر قدامنا على الشاشة. إيش جهة سو علي يعني أنا ذاهب إلى علي، إيش جهة سوم آتست إلى الطبيب، وتسوى بوست يعني إلى مكتب البريد. يجي بمعنى في مع كلمة هاوس أو هاوزي، يعني في ناس بينطقوها كده وناس بينطقوها كده، يعني لو قلت إيش بين تسو هاوس معناها أنا في المنزل. كمان يجي بمعنى على، ده مع تسوفوس، لو قلت تسوفوس معناها على الأقدام، أنا رايح المدرسة على الأقدام على رجلي يعني. أو تسمي التاج اسن أنا عازمك، تسمي التاج اسن على الغداء، أو مثلا تسم بإشبيل على سبيل المثال. كمان يجي بمعنى مغلق زي على الشاشة، لو جه مع باب، شباك، عيادة، صيدلية، زي مثلا كلمة دي تور استتسو، في ناس بيقولوا عليها جشلاسن، الاتنين واحد، الباب مغلق. يجي بمعنى جدا لو جه قبل الصفة، وبيحل محل زو وزيا، يعني لما اقول داس فيتا استتسو كالت، الجو برد جدا، هي زو كالت او زيا كالت. كمان المعنى السادس ليه يجي بمعنى لكي ده بقى لو جه بعديه فيرب، بس لازم الفعل يكون في المصدر وهو بيأثر عليه انفينيتيف ميتاتسو. ومثلا المثال ايش فازوخ تسو شلافن، يعني انا بحاول انام، I am trying to sleep. طيب ليه استخدامات اخرى مع الافعال. لو جه بعد الفيرب بيكون بيكمل معناه، زي مثلا جيهورن تسو معناه ينتمي الى، زي بيلونج تو. باسن تسو يليق على او يناسب. اينلادن تسو يعزم على. وجراتوليرن تسو يهني بمناسبه. لو جه كمقطع منفصل زي تسو هورن معناه ينصت. تسو زاجن يقبل دعوه. تسو جيبن يعترف. وتسو نيمن يزداد وزنه، يتخن يعني. طيب هل لسه ليه استخدامات تانية؟ للأسف هو استخداماته كتير. في كام استخدام غير مباشر زي كلمة تسوى تسايت معناها حاليا. تسو كونفت أداتها دي معناها المستقبل. في كمان كلمة اسمها تسو اندا معناها انتهى، نفس معنى فيرتش ونفس معنى فورباي. وكمان كلمة تسو بيزوخ يعني في زيارة، يعني أنا رحت روسيا مثلا في زيارة عمي. بعد كده يا سيدي الاختصارات اللي احنا نوهنا عليها في أول الفيديو، هتلاقي عندك موجود ايه. امتى بكتبه تسو بس؟ لو جه مع اسم شخص بدون أداة زي محمود وعمر وكده، أو في بعض الشواذ زي أوبا وأوما وهير وفراو. طبعا هير لو في حالة الأكوسيف وداتيف تبقى اسمها هيرن، دي أمر معروف. بيبقى اسمه تسوم مع الأماكن والمهن اللي أداتها دير وداس، زي تسوم آتست وتسوم كلوب وتسوم كينو. طيب بيبقى اسمه تسوا اللي هي آخر واحدة لو مهنة أو مكان مؤنث، زي مثلا إرتستن وفريزورن وبوستو بنك، يعني إلى الحاجات اللي هي مكتوبة ديت. وفي نهاية الفيديو أتمنى بجد يكون الفيديو عجبك، وربنا يا رب يوفقكم إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد قريب جدا.